سلاح المحبة، بس المحبة النقية الحقيقية. اسمعوا الكتاب المقدس يقول ايه في سفر نشيد الانشاد ده صح 8 اخر اي 7، يقول ان اعطى الانسان كل ثروة بيته. اسمعوا تاني، ان اعطى الانسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. ياه، ان اعطى الانسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر. يعني لو الراجل ادى لمراته الماهية كلها، خد مصروف بس منها، لكن ما بيحبهاش، مبلغ فرار على طول، يقعد على قهاوي، يقعد بره مع زمايله، يقعد عند اهله مش عارف ايه، وسايب هاملها خالص. ايه قيمه الفلوس يعني؟ اجدادنا ردوا على الفكر ده قالوا لنا تعليم رائع. قالوا ايه؟ لاقيني ولا تغديني. لاقيني ولا تغديني، قابلني كويس وقول لي كلمه حلوه واحترمني احسن ما تاكلني وتديني فلوس انا كنت في بيت ابويا مش لاقي اكل مثلا. حاجات غريبه جدا. الاحترام المتبادل، احترام الراجل لمراته، تقدير الراجل لزوجته، انه يحطها فوق راسه، انه يخاف على مشاعرها، انه يامن لها مستقبلها، انه يسمعها كلمه حلوه، عيد ميلادها يجيب لها هديه، يجيب لها تورتايه، يجيب لها بسبوسه، يجيب لها اي على قده، يجيب لها ازازه بيرفن، في الاخر هتعود عليه برضه، بدل ما يشم بصل وتوم هيشم بيرفن، يعني هي عايده عليه. يعني يقدر، تقدير. لكن كده انا متجوز خدامه مثلا في البيت، جابوها لي خدامه في البيت، فين انسانيتها؟ فين ادميتها؟ فين تقديري ليها قدام الناس كمان بالذات؟ يا احبائي لازم ناخد بالنا جدا 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 من بعضنا البعض. المحبه، الذي لا يحب لا يعرف الله، كافر. الذي لا يحب لا يعرف الله، ده كلام ربنا في الكتاب المقدس. لان الله محبه، السبب اهو، لان الله محبه. فاللي يعرف ربنا صحيح يبقى يعرف المحبه، يبقى حياته كلها حب حقيقي نقي جواه.